السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. وحلقة النهاردة خاصة لكل محبين مسلسلات الأكشن والحروب التاريخية، لأني هقدم لحضراتكم أفضل المسلسلات التاريخية التركية. وهيكون ترتيب المسلسلات على حسب تقييمها على موقع IMDb. فيلا مستني دعمكم باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. وهنبدأ قائمتنا بالمركز ال 15 بمسلسل السلطان عبد الحميد الثاني، واللي جاي بتصنيف أكشن دراما وتاريخ. والمسلسل مكون من 5 مواسم بمجموع 154 حلقة، وتم عرض أول حلقة من المسلسل سنة 2017. والمسلسل حصل على تقييم 5 من 10 على موقع IMDb. وفي المركز ال 14 جه مسلسل صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس، واللي جاي بتصنيف أكشن دراما وتاريخ. والمسلسل اتعرض منه موسم واحد بمجموع 28 حلقة، وتم عرض أول حلقة من الموسم الأول سنة 2023. والمسلسل حصل على تقييم 5.9 على موقع IMDb. وفي المركز ال 13 جه مسلسل السلطانة كوسيم، واللي جاي بتصنيف دراما تاريخ ورومانسي. والمسلسل مكون من موسمين بمجموع 60 حلقة، وتم عرض أول حلقة من الموسم الأول سنة 2015. والمسلسل حصل على تقييم 6.6 على موقع IMDb. وفي المركز ال 12 جه مسلسل فيلينتا، واللي جاي بتصنيف أكشن مغامرة وتاريخ. والمسلسل مكون من موسمين بمجموع 122 حلقة، وتم عرض أول حلقة من الموسم الأول سنة 2014. والمسلسل حصل على تقييم 6.6 على موقع IMDb. أما في المركز ال 11 فجه مسلسل جلال الدين الخوارزمي، واللي جاي بتصنيف أكشن دراما وتاريخ. والمسلسل اتعرض منه موسمين بمجموع 30 حلقة، وتم عرض أول حلقة من الموسم الأول سنة 2021. والمسلسل حصل على تقييم 6.6 على موقع IMDb. وفي المركز العاشر جه مسلسل حريم السلطان، واللي جاي بتصنيف دراما تاريخ وحرب. والمسلسل مكون من 4 مواسم بمجموع 139 حلقة، وتم عرض أول حلقة من الموسم الأول سنة 2011. والمسلسل حصل على تقييم 6.9 على موقع IMDb. أما في المركز التاسع فجه مسلسل بارباروسا، واللي جاي بتصنيف أكشن مغامرة وتاريخ. والمسلسل مكون من موسم واحد بمجموع 32 حلقة، وتم عرض المسلسل سنة 2021. والمسلسل حصل على تقييم 7.3 على موقع IMDb. وفي المركز الثامن جه مسلسل الملحمة، واللي جاي بتصنيف أكشن حرب وتاريخ. والمسلسل مكون من موسم واحد بمجموع 28 حلقة، وتم عرض المسلسل سنة 2021. والمسلسل حصل على تقييم 7.3 على موقع IMDb. أما في المركز السابع فجه مسلسل المؤسس عثمان، واللي جاي بتصنيف أكشن مغامرة ودراما. والمسلسل اتعرض منه إلى الآن 5 مواسم بمجموع 164 حلقة، وتم عرض أول حلقة من الموسم الأول سنة 2019. والمسلسل حصل على تقييم 7.5 على موقع IMDb. وفي المركز السادس جه مسلسل السلطان قلب أرسلان، واللي جاي بتصنيف أكشن تاريخ وحرب. والمسلسل مكون من موسمين بمجموع 61 حلقة، وتم عرض أول حلقة من الموسم الأول سنة 2021. والمسلسل حصل على تقييم 7.6 على موقع IMDb. أما في المركز الخامس فجه مسلسل محمد الفاتح سلطان الفتوحات، واللي جاي بتصنيف دراما تاريخ وحرب. والمسلسل اتعرض منه موسم واحد بمجموع 15 حلقة، وتم عرض أول حلقة من الموسم الأول سنة 2024.
والمسلسل حصل على تقييم 7.6 على موقع IMDb. وفي المركز الرابع جه مسلسل نهضة السلاجقة العظمى، واللي جاي بتصنيف أكشن مغامرة ودراما، والمسلسل مكون من موسم واحد بمجموع 35 حلقة، وتم عرض المسلسل سنة 2020، والمسلسل حصل على تقييم 7.8 على موقع IMDb. وفي المركز الثالث جه مسلسل بزوغ الإمبراطورية العثمانيون، واللي جاي بتصنيف دراما تاريخ وحرب، والمسلسل مكون من موسم واحد بمجموع 12 حلقة، وتم عرض المسلسل سنة 2020، والمسلسل حصل على تقييم 7.9 على موقع IMDb. وفي المركز الثاني جه مسلسل قيامة أرطغرل، واللي جاي بتصنيف أكشن مغامرة ودراما، والمسلسل مكون من 5 مواسم بمجموع 179 حلقة، وتم عرض أول حلقة من الموسم الأول سنة 2014، والمسلسل حصل على تقييم 7.9 على موقع IMDb. أما في المركز الأول وكأعلى المسلسلات التاريخية التركية تقييما جه مسلسل أنت وطني، واللي جاي بتصنيف دراما تاريخ وحرب، والمسلسل مكون من موسمين بمجموع 60 حلقة، وتم عرض أول حلقة من الموسم الأول سنة 2016، والمسلسل حصل على تقييم 8.4 على موقع IMDb. وبكده خلصت حلقتنا، فيا رب تكون القائمة عجبتكم، ويا ريت تشاركوني رأيكم في الكومنتس. ايه أقوى 5 مسلسلات تاريخية تركية اتفرجتوا عليها؟ وفي النهاية أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.